السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أسيل واسينات. وكالعادة معانا الحاجة فادية، وبدأت رحلتها الجديدة لعام 2025-2026 لبداية العمرة والحج مع الحاجة فادية في عمرة المولد النبوي الشريف، وفي عمرة رمضان ورجب وشعبان وشوال، وهناك أيضا حج وحج جرعة زي ما أنتم عارفين. نحن المتميزون ولسنا الوحيدون. الحاجة فادية عايزة تقول لكم ان انا بدأت الم الجوازات وعايزة تمسي عليكم اعزائي المشاهدين. اتفضلي يا حاجة فادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بإذن الله اللي ناوي يعمل عمرة يجيب لي جواز وثلاث صور. انا ما باخدش فلوس دلوقتي، انا بدأت لممان الجوازات، وان شاء الله تجعلها رحلة مبروكة علينا وعلى أمة محمد، ورحلة رمضان ورجب وشعبان ومولد النبي. هبدأ بمولد النبي ان شاء الله بإذن الله، هتبقى رحلة سعيدة. والسعر انا زي الناس واقل من الناس، كل حاجة مميزة عندي، وجبات وعربيات مجانا، بتاعة الحرم بتاعة الطواف والسعي، وانا ما بسيبش انفاري والله. انا ما بشكر في نفسي، التعبان بحط له الاكل على السرير، والناس التعبانة بالذات باخدها معايا في الأوضة. وانا عايزاكم تبقى رحله سعيده كده عليا وعلى امه محمد ان شاء الله. بس اهم حاجه عندي الجواز يجي وثلاث صور. رحله مولد النبي تبدا من مولد النبي لغايه رمضان، عندي رحل من مولد النبي لغايه رمضان، وعندي حج جرعه اقل من المركز 15,000. والجواز يجينا برضو بتاع الحج، وبرضو رمضان جوازاتهم تجيني، لان انا كل ما اخد شغل بدري كل ما يبقى ليا السعر احسن. انا رايحه السنه دي اقل من الناس 8,000 جنيه، الناس كلها مطلعه ب70,000 وانا كنت مطلعه ب62,000، وجبات وعربيات وهيصه. كانت هيصه، وقعدت 47 يوم، وكانت عملنا في رمضان 5 عمرات، وعملت في وعملت في شوال 3 عمرات. يعني عملوا عمره رمضان وعملوا عمره شوال، عمرتين في عمره. وكانت احلى رحله والله، وربنا كان راضي علينا وجابلنا، كانت احلى رحله، كانت احلى جيه واحلى مروحه. بالنسبه للمزارات يا حاجه فاديه بتوريهم المزارات كلها. والمزارات بوديكم جبل عرفات ومنى وابليس وكل، والله ما بخلي حاجه الا لما اعملها. وطبعا الشهداء والتنعيم برضه بوديهم التنعيم، وبنروح المدينه المنوره بنقعدوا هناك 5 ايام، برضه بنروح المزارات بتاعه المدينه واخليهم اسعد خلق. والرحله المميزه مع الحاجه فاديه بيروحوا بزفه وبيرجعوا بزفه وحاجه جميله ومزيكا، وبنفرح الناس وهم رايحين وهم جايين. ربنا يفرحكم جميعا يا رب العالمين. والحاج صلاح بيحب يفرح الناس، والحاجه فاديه برضه، لان الناس كلها بتبقى فرحانه بالعمره بتاعتهم، بيحاولوا انهم يرضوهم. وهو الحاج صلاح والحاجه فاديه لو طلع لهم اجر رمزي بيبقوا كفايه عليهم ان هم راحوا بيت الله الحرام. فاتن بنتي وجوزها احمد رشاد هم اللي بيجيبوا المسمار، وهم اللي بيجيبوا الديجيه، وهم اللي بيقابلوني من اول دسوق لغايه هنا، بيلفوا كل واحد بينزل على عنده قدام بيته بالذات. هي اللي ماسكه الشغل كلته، فاتن بنتي هي وجوزها. اللي يفرح الناس ربنا بيفرحه، وربنا يفرحنا جميعا يا رب العالمين. احنا بنحب نرسم الابتسامه على وجوه الساده العمار وهم رايحين وهم جايين، وبنحسسهم فعلا ان هم رايحين يأدوا فريضة من اجمل الفرائض. فعلا تستحق ان هي تروح بزفة وتيجي بزفة، وكأنك بتخش دنيا تانية، كأنك بتبقى عريس رايح وانت جاي، بس بتبقى عريس مغفور لك ذنوبك ان شاء الله. والحاجة فادية بسم الله ما شاء الله عليها رحلتها مميزة في السكن القريب يا جماعة في الحرم، والسكن القريب في المدينة، وهناك دي حاجات مميزة جدا. والفندق ونظافة الفندق وحلاوة الفندق. السكن بتاع المدينة بننزلوا من السكن على الحرم على طول، والله ما بكذب عليكم. الفندق بتاع الحرم على الساحة بتاعة الحرم، احنا بنصوروا للناس الفندق كمان قبل ما يخشوا فيه وبيتفرجوا عليه. بروهم بصور لهم يا احمد، هم شايفينه في شايفينه، وصور لهم السكن بتاع الحرم، بنشوفوه في القناة وبننزلوه قبل ما يروحوا السكن، وبنشوفوا نظافة السكن وحلاوة السكن. وفعلا سكن 5 ستار 5 نجوم زي ما بيقولوا، وحاجة نظيفة وحاجة حلوة، لا بوديك مكان بعيد ولا بوديك بهدلك في المواصلات. دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنصمم عليها السكن القريب يا جماعة، عشان الناس اللي معانا اذا كان واحد كبير في السن، واحد تعبان، واحد عيان،
يقدر انه يجدي المناسك وهو ان شاء الله في صحة جيدة، عشان احنا ما بنحبش نبهدل الناس اللي معانا. وسبحان الله زينا بيبقى زي الناس كمان في الرحلة. المفروض احنا نتميز في الرحلة بفلوس زيادة عشان الخدمات اللي بنقدموها هناك، لكن احنا بنقول اللي عند الله ما بيروحش. وفعلا الحاجة فادية وخدماتها والحاج صلاح وخدماته الناس كلها بترجع تقول ما فرحناش ولا تمتعنا الا مع الحاج صلاح والحاجة فادية، وما تحسش بخيري الا اما تجرب غيري، ما تحسش بخيري الا اما تجرب غيري. وفعلا في ناس ياما قالت فعلا احنا غلطنا ان احنا ما طلعناش مع الحاجة فادية، واحنا نستاهلوا كذا وكذا وكذا، ومش عايز اقول اللي قالوه. لكن فعلا والله رحلة بتبقى رحلة مبروكة على الجميع، وربنا يكتبها لنا ويكتبها لكم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنسوش اللي عايز يتصل على الحاجة فادية على 012 78 66 33 29 علشان خاطر يحجز مكانه بدري في رحلة الحاجة فادية اللي هتطلع ان شاء الله في المولد النبوي. جوازات بدري وربنا بيكرمنا في السعر الحلو. طب الحمد لله. اهم حاجه عندي الجواز وثلاث صور، انا ما باخدش فلوس لسه دلوقتي. طب دعوة حلوة لفلسطين قبل ما نختم يا حاجة فادية كده. ربنا ينصرهم على اليهود كلك يا رب. وانت يا حاج صلاح دعوة حلوة لفلسطين. اللهم امين. امين يا رب العالمين. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.